ما هي الأربع نصائح الذهبية اللي أقولها لأي شاب بيروح للتقسيط، وخصوصا شركات التمويل الاستهلاكي هي ابتدت دلوقتي تتارجت جين ألفا أو الشباب في جين زي إن هم يبتدوا يقسطوا؟ اسأل نفسك 4 أسئلة. السؤال الأول: هل الدخل بتاعي صافي هيقدر 30% يتحمل هذا التقسيط؟ لو أكتر من 30% يبقى لأ. تاني حاجة: إياك ثم إياك ثم إياك تستخدم التقسيط في سلعة هي عمرها الافتراضي هيخلص والتقسيط هيكمل معاك. بمعنى إن أنت اشتريت سلعة هي تمامها إنها تعيش معاك عمر افتراضي سنة، سنة ونص، واخدها على أقساط 5 سنين. كارثة. تالت حاجة: إنك لازم تسأل نفسك الحاجة اللي أنا شاريها دي فعلا نيد أساسية عشان أعرف أعيش عليها؟ هل دي هتضيف لحضرتك إضافة؟ لو الإجابة لأ هي مش أساسية ولا هتعرف تستثمر منها، يبقى بلاش منها. رابع حاجة ومهمة جدا جدا، حاجة بيسموها الستريس تيست. يعني ايه ستريس تيست؟ هل حضرتك ضامن القوة الشرائية للجنيه دلوقتي وانت بتاخد القسط هتفضل زي ما هو؟ هل حضرتك ضامن ان البنك المركزي مش هيعلي سعر الفايدة؟ لازم تحط مارجن للحكاية دي، للطوارئ دي. لو الإجابات كلها عامل حسابي، انا واخد في 30%، انا بجيب حاجة هتعيش معايا حتى بعد ما الاقساط تخلص، هي هستثمر فيها او هي بتلبي نيد مهمة، اقول لك خلاص التقسيط كده بالنسبة لك مهم جدا.